ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نشوف الكنب اللي احنا قلنا عليه وصل. الحمد لله اخيرا عملت الكنب اللي انا عايزاه. وطبعا هشيل الشيلة اللي قلت لكم عليها دي، بس طبعا الكنب جه قبل ميعاده فما لحقتش افضي الصاله، فزي ما انتم شايفين الصاله كلها على بعض. طبعا لازم نفضي الشيلة دي وندخلها طبعا اوضه من الاوض ونشوف لها صرفه كده نحطها في ركن، ونخلي الكنب طبعا في الصالة. وهوريكم شكل الكنب في الآخر، وعايزاكم تقولوا رأيكم بعد ما رصينا الكنب الرصة دي حلوة ولا لا، لأن احنا لفينا الكنب كله الصالة. نجيب مرة الكنبة دي هنا، لا مش نافعة، لا تعالي هنا. فطبعا استقرينا على الشكل ده وممكن نغير بعد كده. فأول حاجة طبعا هعملها، هشيل طبعا الشيلة دي كلها، وبعدين نفضي الصالة خالص وهنشيل السجادة. وطبعا همسح الأباليك تاني، هعمل كل حاجة من أول وجديد عشان نحط الكنب على نظافة. وطبعا المفروض كده كنت عملت قبل الكنب ما يجي طبعا، بس ما لحقتش لأنه خلص بدري خالص، وأنا كنت عاملة حساب إن هو هيطول شوية. وكده هنفضي طبعا الصالة كلها ونشيل المفارش عشان نكنس بقى الأرض، طبعا عشان هنشيل طبعا السجاد اللي عايز يتغسل ده طبعا. وهشيل المفارش دي اللي انا كنت فرشاها على الشلت. وطبعا هغطي الكنب بتاعي، انا نسيت اصلا اغطيه من بدري فهغطيه دلوقتي عشان ما يتبهدلش طبعا معايا. اهو بصوا فضينا دي طبعا وهنكنسها، وهنجيب الزعافة بتاعتنا ونمسح بيها طبعا الحيطان كلها على السريع. نلف على الصالة كلها كده بالزعافة لفة سريعة، وكمان الأباليج هنلمعها تلميعة خفيفة اللي احنا كنا لسه ملمعينها. بس قلت بالمرة بقى نضفها بالمرة. طبعا شلت المروحة اغسلها عشان اعلقها تاني على نظافة، عشان كفاية كده خلاص. برضه كنا بنولعها لان الجو شوية برد وشوية حر، مش مستقر الجو، فكنا بنستعملها، فطبعا كانت مش نظيفة. كده لمعنا الاباليج، وهنمسح طبعا الشاشة بتاعتنا مسحة حلوة كده، ونلف طبعا بالزعافة على كل الحيطان. كده يبقى خلصنا كده. وادي المفارش طبعا هنشيلها، ده احنا طلعنا بكوم غسيل قد كده اهو من المفارش طبعا. وادي الغطا بتاع الغسالة عايز يتغسل ويتحط تاني. والمفرش اللي انا قصدي والكسوة اللي انا مغطية بيها الكنبة طبعا دي هشيلها عشان اغسلها. وهسيب طبعا الكنبة كده. بقى هدخل على مرحلة الكنس. قبل ما اشيل المشايات او السجادة لازم اكنسهم طبعا، عشان لسه كمان هنغسلهم. وطبعا هستغل طبعا المشايات دي كانت تحت الشيلت فما كنتش بستعملها. دلوقتي بقى عندي المشايات كتيرة طبعا اغير فيها في الاوض، بس طبعا هيضطر نغسلهم عشان نستعملهم على نظافة. يعني انا كنت غسلهم قبل كده، بس طبعا من الركنة لازم نغسلهم تاني. والثلاث ترابيزات دول طبعا هنحطهم في النص. طبعا هنشيل طبعا الازاز بتاعهم ونمسح تحتيهم، ونجايبه لهم ورد طبعا مجفف. والاحجار دي هنرجع نحطها تاني وهيبقى شكلهم جميل جدا. حطي احجار وورد مجفف بيدي شكل حلو خالص. لو عندك الترابيزة طبعا بتتفتح كده وفيها ازاز كده، همسحهم مسحة حلوة. طبعا صبنت الازاز بتاعهم وسايباهم يتصفوا، وبعدين هنجيبهم نفرشهم مع بعض. طبعا ايه كده الدنيا كانت على بعضها، وكنت عايزة اخلص بسرعة عشان اشوف شكل طبعا الكنب عامل ازاي. فكنت بعمل الحاجة بسرعة عشان طبعا كان بالليل. استلمت الكنب طبعا بالليل، وطبعا لازم ما ينفعش تسيب الشقة كده، لازم نخلص طبعا قبل ما ننام. فكانت الدنيا كلها على بعض، فاضطريت طبعا ايه ابدأ شغل. وادي الجزامة طبعا هنمسحها طبعا بالمرة، وهشيل الجزم طبعا والشرابات هنفضيها. كل حاجة في الصالة هنعملها على نظافة عشان نخلص منها ونبقى خلصنا كل حاجة فيها. نظبط طبعا شراباتنا تاني اللي هي كل فترة كده، وطبعا كل فترة تلاقي فردة ضايعة منك وفردة موجودة ارميها. يعني دايما في شرابات بتنقص طبعا بتقع مننا واحنا بننشر. فطبعا كل فترة كده نظبط شراباتنا عشان نشوف ايه اللي قاعد وايه اللي ناقص. وطبعا هشيل طبعا الجزم طبعا هفضيها واظبطها. واخيرا لقيت قفل بيتباع للتلاجة، فقلت اجيبه اقفل بيه الجزامة عشان بنتي تبطل تلعب فيها. يعني هي كانت دايما تعملها ايه، تفتحها وتعمل اكل بقى بره وتحطه فيها اللعب بتاعتها، وعاملاها هو ده بوتاجاز. فطبعا انا كده اهي ظهرت اهي جت على السيره. فانا ايه طبعا لقيت القفل ده، فطبعا اشتريته، فهوريهولكوا في الاخر. جميل جدا لو عايزه تقفلي دولاب مطبخ
عايزة تقفلي تلاجة، عايزة تقفلي اي حاجة تشتري القفل ده جميل جدا. وادي بنتي جت اهي طبعا من الدرس، هستغلها طبعا واخليها تعمل معايا عشان انجز بسرعة. وادي كمان المراية هنلمعها تلميعة كده على السريع عشان يبقى عملنا كل حاجة في الصالة. طبعا ايه، انا قلت لها تعالي عشان ازق، طبعا كان مش عارفة ازقه لوحدي اصلا لانه تقيل كده. ايه هنرجع الكنب ورا عشان نشيل طبعا السجادة بتاعتنا، نكنسها كنسة حلوة ونشيلها عشان نوديها تتغسل وتبقى عندي جاهزة لو عايزة افرشها. ولو ان هي مش هتنفع بعد كده في الصالة، بس هنبقى نفرشها طبعا. في الايام العادية لازم تفرشي طبعا السجاد، بتبقى السجادة طبعا مش نظيفة فبنعوز نغير، فهنفرشها عقبال ما نجيب غيارات طبعا تليق على شكل الكنب اللي احنا عاملينه. بس بقى بنتي ده هتفضل تجري كده في الشقة، مش هتقعد ساكتة. تفكر تعمل ايه؟ طبعا هتجيب حاجات تلعب بيها دلوقتي وهتبهدل الصالة، احنا روقة وهي تبهدل كده. احنا بنكنس طبعا السجادة بتاعتنا قبل ما نلفها ونشيلها عشان نوديها نغسلها، لان ما عنديش مكان اغسل فيه طبعا السجادة، انا بغسل بس المشات عندي في الحمام. كده خلاص اهو كنسناها، بنلفها لفة حلوة اهو. شايفين جابت ازاي؟ جابت كراسات، اقول لها شيلي الكراسات تقولك لا بذاكر اهو. فطبعا هنسيبها تتلهي فيهم عشان احنا نخلص اللي ورانا. طبعا هنشيل ورا طبعا ورا الغسالة، هنكنس وراها طبعا عشان تبقى الدنيا كلها نظيفة. كده خلاص قربنا بقى، هنمسح ونفرش بعد كده الصالة ونشوف الكنب طبعا هنرصه ازاي. هنوريكم دلوقتي ازاي الكنب، شوية نجيب الكنبة هنا ونجيب الكنبة هنا ونلف. وكمان هلمع باب الشقة بالمرة من ورا ومن قدام، عشان كده يبقى خلصنا كل التلميعات بتاعتنا. وكده خلاص اهو جبنا بقى شوية المية، هنمسح الصالة مسحة حلوة. طبعا انا عملت الكنب مرفوع طبعا على الارض رجول عالية عشان اعرف اكنس وهو مكانه، مش كل شوية ازقه طبعا واكنس تحتيه اهو. شايفين كده خلاص مسحنا. هنبدأ بقى نرص بقى الكنب بتاعنا شوية. طبعا الكنبة دي كانت الناحية دي، فهنجيبها طبعا تحت التلفزيون. لا ما عجبتناش طبعا تحت التلفزيون، هنضطر نطلعها تاني ونلف كده دايرة لحد ما نستقر على الشكل اهو. بصوا هنجيب الكنبة طبعا الكبيرة دي، لان دي في واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فهنجيب الكبيرة الناحية دي، وطبعا الصغيرة شوف بقى هنلفها كده اهو. بصوا محتارين احنا نحط اصلا كنب فين، شوية هنا وشوية هنا مش عارفين، بس استقرينا طبعا اهو. بصوا هنطلع طبعا الكنبة دي ونجيبها الناحية دي عشان نشوف الشكل هينفع ولا لا، لحد ما استقرينا على شكل. وهترجع الكنبة اصلا تاني دي تحت التلفزيون اهو. كده برضه الشكل ده ما منفعش معايا، فاستقريت طبعا على الشكل ده. رجعت طبعا الكنبة تحت التلفزيون تاني، وكنبة في وش كنبة وكده. وسعت طبعا عندي الصالة، وهجيب السجادة، بس السجادة ملهاش علاقة بالطقم، فهي دي اللي عندي السادة، فقلت افرشها عقبال ما ان شاء الله بإذن الله نجيب سجادة جديدة تليق طبعا على الكنب اللي احنا عاملينه. وادي الورد المجفف اللي انا قلتلكوا عليه طبعا معروف، فقلت اجيبه يعمل شكل. وادي القفل بتاع الجزامة، انا كنت حاطه الاحجار بس كده قلت احط ورد والاحجار فيدي شكل حلو. طبعا هم هيعملوا معايا عشان نخلص الترابيزات بتاعتنا. ادي كده الترابيزات بتاعتنا خلصناها، ندخلها طبعا عشان هنحطها في نص الصالة، وبعدين نروح نرص الجزامة بتاعتنا ونرص التحف اللي احنا كنا حاطينها بعد ما غسلناها ونشفناها وطبعا الجزامة كده خلصنا منها. وهنقفل القفل. بصوا بقولكوا القفل ده اختراع، اول ما لقيته انا مش كنتش نازله اشتريه، لقيته صدفه عند اللي بيبيع مستلزمات المطبخ، لكني لقيت كنز. كده هتفضل الجزامه عندي نظيفه على طول، لان هي مش هتعرف تفتحها اصلا. بصوا هو لزق، تلزقي دي وتلزقي الناحيه دي وبيتفتح ويتقفل اهو. شايفه هلزق طبعا اللزق ده ينفع بقى في دواليب المطبخ لو عندك بقى عيالك بقى لسه صغيرين، طبعا بيفتحوا بقى المطبخ ويطلعوا كل حاجة، لكن لان دي مرحلة لازم كل واحد يعدي بيها اهو. بصوا بقى اتركبت ازاي وبتفتح ازاي، ونقفلها تاني. وكده خلاص ضمننا ان الجزامة هتفضل متروقة على طول.
وادي الكرسيين دول كمان غيرتهم، كان لونهم كحلي بس جبت لهم طبعا قماشة من نفس اللون عشان يبقوا نفس الشكل. وكده خلاص فرشنا السجادة. وادي المشايات طبعا قلنا ملناش علاقة بالسجادة، السجادة طبعا لسه هنجيب غيرها. وادي البرافان. وكده خلصنا الصالة، وتعالى اوريكم الشكل النهائي بتاع الصالة عامل ازاي، وتقولوا لنا رأيكم في الصالة حلوة ولا لا، ورصة الكنب حلوة ولا لسه عايزة تتغير. احنا ممكن نغير بعد كده طبعا، لان انا بحب اغير كل فترة. لما باجي انضف ساعات بغير طبعا القعدة بتاعتي او اوضة الاطفال، اي حاجة بحب اغير كده شكل العفش كل شوية. وادي الشكل النهائي اللي احنا استقرينا عليه، وادي الكنب اللي احنا عملناه طبعا. وطلعنا الكرسي الهزاز ده بره، وحطينا مكانه طبعا الشيلات بتاعتنا. كده استغلينا كل المساحة وادتني وسع في الصالة. وشايفين الفرق طبعا بين الشيلت وبين الكنب. طبعا الحمد لله عملنا الكنب اللي احنا عايزينه، وبقيت الصالة جميلة وشكلها تحفة. وادي طبعا الثلاث ترابيزات حطيناهم في النص، فاضل بس السجادة بتاعتنا تبقى جديدة وتليق طبعا على الشكل بتاع الكنب. وادي طبعا الجزامة والقفل بتاعها طبعا الحمد لله دي احسن حاجة عملناها وارتحنا. وادي كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.